انا كنت نزلت فيديو فيه فول وطعمية وباذنجان. في واحدة بعت بتقول هم بتوع امريكا يستعبطوا علينا ويحسسونا ان بياكلوا من نفس اكلنا. هو انتوا في امريكا الفول وراكم بتعملوا بدنجان ومحشي والعدس والحاجات دي؟ هو انت تفتكري الحاجات دي رخيصة؟ تعالى اقولك يا رب تصدقيني، ان شاء الله هتصدقيني. انت عارفة علبة الفول دي اللي تأكل شخص واحد بكام؟ هوريك الاسعار دلوقتي علشان تصدقي بنفسك. علبة الفول دي علشان شوفي انت بتعدي على كذا تاجر علشان توصل لنا امريكا، والشحن غالي علشان كل حاجة غالية. علبة الفول دي بتقع علينا اغلى من كيلو فراخ عندك. صدقيني ان شاء الله هتصدقيني. علبة الفول دي اغلى من كيلو فراخ عندك. كيس الفول ده 400 جرام، على ما بيوصل لنا هنا اغلى من كيلو لحمة عندك. عارفة الباذنجان اللي مش عاجبك فيه فوائد كتيرة جدا وهو مفيد. انت طالما بتشوفه بتاع امريكا ابقي شوفي شيفات العالم. شيفات العالم كلها بتستخدم الباذنجان علشان فوائده كتيرة. الباذنجان عندنا في امريكا غالي جدا. انت تفتكري الباذنجان رخيص؟ لا صدقيني. احنا عندنا هنا الباذنجان بالباون، الباون 450 جرام، اغلى من كيلو فراخ عندك. لا صدقيني. في محلات عندنا بتبيعها بالواحدة وفي محلات بتبيعها بالباون. البدنجان مش رخيص، انت تفتكره رخيص؟ العدس شيفات العالم كله بتستخدمه، بس هم اغلبيتهم بيستخدموا العدس بجبة علشان الناس النباتية. في ناس ما بتاكلش لحوم. العدس غالي جدا. انت بتقولي بتاكلوا محشي؟ المحشي بنعمل محشي، بس صدقيني بيكلفنا تكاليف كتيرة علشان الخضرة بتاعت المحشي كمان غالية جدا. هو انت تفتكري الاكلات دي احنا بناكلها علشان رخيصة؟ لا صدقيني مش بناكلها علشان رخيصة، علشان احنا بنحب اكل بلدنا. والناس كلها بتيجي من جميع دول العالم في امريكا بتحب تاكل اكل بلدها. احنا بنحب اكل بلدنا، بنحب ناكل الفول والطعمية والباذنجان، بس هم هنا مش بيقلوا الباذنجان، احنا بنحب نقليه وبنعمل منه اطباق مختلفة. لكن انت تفتكري ان احنا بناكل الفول علشان نوفر او علشان رخيص؟ وبتقولي لي الفول وراكم؟ هو اللي جاي ورانا مش احنا اللي وراه. بس نشكر ام الدنيا، بعتلنا فول وبعتلنا ملوخيه وبعتلنا قلقاس وبسبوسه وكل الحاجات الحلوه بتاعت مصر. نشكر ام الدنيا. انت تفتكري الحاجات دي رخيصه؟ لا صدقيني الحاجات دي مش رخيصه. هوريك الاسعار علشان تصدقي. لكن لو تفتكري بتوع امريكا بيوفروا علشان بياكلوا فول، لا. تاني حاجه احب اقولها لك ان احنا في فتره صيام ما ينفعش ناكل لحوم، علشان كده احنا بناكل فول وطعمية وباذنجان ومحشي. احسن تفتكري ان احنا بنوفر؟ لا، احنا في فترة صيام مش هينفع الاكل ده نرميه. اللي انا عملته ارميه. الحاجة عندنا غالية ونعمة ربنا ما حدش بيرميها، لكن عندنا الحاجات دي هنا غالية جدا. اللحوم، الفراخ، باون الفراخ ارخص من تمن العلبة دي. لكن فعلا عندنا اللحوم الحمراء غالية جدا. الاسعار زادت قوي من بعد كوفيد 19، الاسعار بقت 3-4 اضعاف. لكن تفتكري البدنجان والفول والطعمية والحاجات دي رخيصة؟ لا مش رخيصة. هوريك الاسعار، شوف الاسعار. تعالى اقولك على حاجة حلوة. انت تعرفي هنا في امريكا في محلات بتبيع الكشري والطعمية؟ لا صدقيني. انت عارفة ساندوتش الطعمية اغلى من ساندوتش ستيك او ساندوتش الفراخ. بيبقى الرغيف فيه طعميتين 3 عليهم معلقة طحينة عليهم كام حاجة كده. التمن أغلى من ساندوتش ستيك أو ساندوتش فراخ. علشان تعرفي الطعمية بتتباع في جميع أنحاء العالم والناس بتشتريها. انت تفتكري ده الأمريكان نفسهم بيشتروا الفلافل. في ناس بتحب الفلافل علشان نباتية وعلشان طعمها عال.
لحسن تفتكري المصريين بس هم اللي بياكلوا فلافل؟ ده المصريين جو علموا الامريكان ياكلوا فلافل.